النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحج واحكامه، بما ان احنا في شهر ذو الحجه. كل سنه وحضراتكم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا يا رب، وربنا يجعلها سنه سعيده علينا. هنتكلم عن الحج واحكامه. اول حاجه، الحج ده ركن من اركان الاسلام الخمسه، وهو فرض في العمر مره واحده. طب ايه هي شروط الحج؟ شروط الحج: الاسلام، البلوغ، العقل، الاستطاعه الماديه والجسميه، أمن الطريق، أن يكون مع المرأة محرم، وكمان أن يكون حر. طب إيه هي أركان الحج؟ أركان الحج: الإحرام، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفة. طب احنا لو اتكلمنا عن الإحرام، هو ايه الإحرام أصلا؟ الإحرام هو إن الإنسان ينظف نفسه ويقلم أظافره ويزيل الشعر المعتاد من الجسم، الشعر الزائد اللي احنا بنشيله. وبعدين الإنسان يستحمى ويتوضأ ويتطلب يتجرد من ملابسه العادية. يعني ايه؟ لازم ما يلبسش هدوم، ده الكلام ده للرجالة، ما يلبسش هدوم فيها خيط، ويلبس اللي هي الأزرار اللي هي البشكير، ده للرجالة. انما بالنسبة للمرأة تلبس اللي هي عايزاه، بشرط ان ما تكونش لابسة حاجة ضيقة ولا تكون حاجة ملفتة. يعني أنا مش هلبس حاجة الناس كلها الله ايه اللي لابسة الحلو ده، لا، تلبسي هدوم واسعة فضفاضة وما تكونش ملفتة للناس. تمام. طب ايه بقى محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام إن أنتِ تلبسي، إن الرجالة مش الستات، الكلام ده للرجالة، إنه يلبس ثياب من المخيط، الهدوم ما تبقاش فيها مخيط. استعمال الروائح وتقليل من الأظافر، ده للرجالة والستات. خلاص أحرمتِ، ولا ينفع تقصي ضفرِك ولا إيه، ولا ينفع تحطي حتى المسك ممنوع. تمام. الرجالة ما ينفعش يغطي راسهم، والستات كمان ما ينفعش يغطي وشها. المنتقبة كمان بترفع إن إيه، ما بتلبسش النقاب في الحج. ممنوع للستات والرجالة استعمال الحنة أو الأصباغ. ما ينفع، وكمان ما ينفعش الجدال والمشاحنة. يعني ما تقعديش، لو هو راجل إنه يتعارك مع حد أو يقعد يتجادل معاه. الحج لا جدال ولا نقاش. تمام. ممنوع تصطادي أي حيوان بري. تمام كده. أنواع بقى الحج، احنا عرفنا كده شروط الحج، أركان الحج، محظورات الإحرام. انواع الحج: في حج التمتع، وفي حج القران، وفي حج الافراد. طب يعني ايه الكلام ده؟ حج التمتع ان الانسان ينوي العمره اولا، وبعد الانتهاء منها يتحلل ويعود لحياته العاديه، ثم يحرم من الحج في يوم الترويه. يعني ايه يتحلل بقى؟ عارفين يتحلل دي يعمل ايه؟ ان بعد ما تعملي مناسك العمره انك تقصي شعرك. ده كده ان انت كده تحللتي من الاحرام. انا عايزه اقول لك ان انت وانت بتعملي بيبقى نفسك لما تخلصي تقصي شعرك على طول، لان احنا كنا بنعملها، كنا بنقص شعرنا بعد ما بنخلص السعي بين الصفا والمروه، كنا بنقصها على طول عشان تهرشي. عايزه تعملي اي حاجه تعمليها، لان في زي ما احنا قلنا محظورات الاحرام، ووقتها بتلاقي مثلا نفسك تهرشي، نفسك تاكلي في ضوافرك، نفسك مش عارفه ايه، فبقى بتصدقي تخلصي تروحي ايه قصه شعرك عشان تفك الاحرام. نتكلم بقى عن القران. هو ان الانسان ينوي العمره والحج في وقت واحد باحرام واحد. طب الافراد هو ان الواحد ينوي الحج فقط. تمام كده. طب مواقيت الحج امتى؟ شوال وذو القعده، الايام العشر الاولى من ذي الحجه. هي مواقيت الحج اصلا، الحج بيبقى في شهر ذي الحجه. تمام. هي الحج في الايام بتاعت ذي الحجه. الميقات المكاني: الميقات المكاني ده المكان اللي احنا بنحرم منه. يعني الناس لما كنا احنا طالعين من مصر، احنا كنا رايحين الاول على بينزلونا في جده، وبعدين احنا هنطلع على المدينه. كان معانا ناس رايحه مكه، فبتنزل في جده، ومن جده بيروحوا على مكه. طب هم بيحرموا فين؟ في الطياره. في الطياره بيجي لك ويقعدوا يقولوا وصلنا الميقات عشان الناس تحرم. طب انا لما بحرم بقول ايه؟ اقول لبيك عمره عن نفسي وبنفسي، خالصة لك، لا رياء فيها ولا سمعة فيها، فإن حبسني حابس فاحبسه حيث حبستني. ده بنقولها، ده الإحرام. طبعا بتكون انت في بيتك عاملة الخطوات اللي احنا قلناها كلها، بتاعت ايه، ان انت نية الإحرام والاغتسال والاستحمام، وقلمتي أظافرك وكل حاجة، فانت بتبقي محرمة. تمام. انما احنا كنا رايحين المدينة الأول، فنزلنا في جدة، طلعنا على المدينة، وبعد كده رحنا حرمنا من المدينة، رحنا ابار، مكان اسمه ابار علي، احرمنا منه، وبعدين رحنا على مكة. تمام كده. هنتكلم بقى عن انواع الطواف: طواف القدوم، وطواف الافاضه، وطواف الوداع. يعني ايه طواف القدوم؟ هو سنه، وهو اول عمل يعمله الحاج عند دخوله مكه. طب طواف الافاضه هو ركن من اركان الحج، ويكون بعد الافاضه من عرفات، فلا يجوز تركه.
لو اتكلمنا عن طواف الوداع وهو سنة لا يجب بتركها شيء. والسعي من سنن الحج، هو عبارة عن 7 أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. بتبدأي من الصفا وتروحي للمروة ادي كده شوط، ومن المروة وترجعي الصفا ادي كده شوط تاني. طبعا كل احنا ما نروح بتقولي ليكي كلام تقوليه، يعني انت بتقولي ايه؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وان الله شاكر عليم. انت كل ما بتروحي بتقوليها، تمام. ولو قلنا دلوقتي الحج عرفه، الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول الحج عرفه. يعني ايه؟ ليه؟ لان اهم اركان الحج هو عرفه. بدون وقفه عرفه يبطل الحج. لو ما حضرتيش وقفه عرفه يبقى خلاص الحج بتاعك بطل. وقته من زوال شمس يوم 9 من ذي الحجه الى فجر يوم 10. تمام كده. طب ايه هي رمي الجمرات؟ رمي الجمرات هي عبارة عن حصيات بحجم حبة الفول تقريبا. دي حصوة كده ايه زي حبة الفول.